ليله في الحجز. الله لا يسامح كل اللي كان ليه يد. ليه ما كنتش زي ربنا يطلع سوزي على خير؟ ليه ما كنتش زي سوزي ولا عرضوني على محكمه ولا عرضوني على زي شاكر ولا يا دوبك اتعرضت اول يوم على اتخذت يوم بيت ليله واتعرضت على النيابه تاني يوم وطلعت في يومها وجاب شهود من المنطقه وطلعت في يومها. ليه ما اتعملتليش قضيه؟ اتحدى قسما بالله العلي العظيم هقول لكم 10,000 درهم وانا قد كلامه 6 كفو لاي محامي يجيب لي قضيه في مصر. والله العظيم هدفعها له كاش. انا ما عليا اي شيء في مصر، وسبب قعدتي ان انا ما ينفعش ابعد عن ساحه التسويق يوم واحد. انت ميت على الدرهم كده؟ ايوه ميت على الدرهم، احسبوها زي ما تحسبوها. مش همشي من هنا غير لما اشتري بيت لعيالي جزره وقطمها جحش. مش همشي من ارض الخير دي غير لما اكون مطمنه على عيالي في شقه كبيره واسعه وفي منطقه راقيه ويعيشوا احسن عيشه. انا عندي عمره قبل رمضان بيومين، هقعد 3 ايام. انا هو بيجي لي الاعلانات من دلوقتي عماله اجلهم لبعد العمره واللي قبل العمره، يعني بفرعهم عشان ال3 ايام دول مش عايزه يكون فيهم اعلانات. مش عايزه يجي يوم ويتصلوا عليا مؤنس عايزينك في اعلان واقول لهم انا في العمره. للدرجه دي يا مؤنس؟ ايوه للدرجه دي. انا لو قاعده معاكم دلوقتي الساعه كام؟ 11:30. لو رن عليا اقسم بدين الله صح اخويا واروح. هنا بيجي السعي، ثالث مره هقولها لكم، السعي دي ورثتها عن المرحوم ابويا الله يرحمه. ابويا كان تاجر مواشي، كان بياخد من البلد من بني سويف البطوشه والخرفان والحاجات والعجول ويوديها على مذبح المنيب الفجر. كان يطلع الساعه 2 بالليل من عندنا يوصل الفجر 3 يصفر لمصر. طول الاسبوع ابويا قاعد بيجمع في البطوشه دي. ما ممكن يودي 30 بطش. طب هل بيجيب 30 بطش في نفس اليوم؟ لا، طول الاسبوع يجمعها. التاجر ده يرن عليه والتاجر ده يرن عليه وصاحب البيت ده يرن عليه وصاحب البيت ده يرن عليه. ابويا كان حتى معروف في صمالوط، معروف في المنيا تما، معروف في بني سويف، حته بلد قريه ابويا دخلها ياخد منهم بطوشه وبهايم وخرفان ويودي على مصر. فكنا نبقى نايمين في البيت ونسمع صوت الباب طخ اهو ايام الساعه 4 الفجر ابوك راح يجيب بطش.